أعرف ناس كتير بتحجز وبتدفع فلوس عند أطباء نفسيين عشان بس يلاقوا حد يشتكوا له همهم، ويلاقوا حد يفرغوا مع الطاقة السلبية اللي جوه نفوسهم، وكمان يساعدهم في إن هم ياخدوا بعض القرارات المهمة في حياتهم. وفي ناس تانية بشوفهم بتتحايل على الشخص اللي بتحبه عشان بس يفضلهم نفسه شوية ويسمع همهم ويقدر يساعدهم. وفي ناس بتفضل تدور على صحابها في كل مكان لحد ما يلاقوا الصاحب اللي يقدروا انهم يقعدوا معاه وهم واثقين فيه عشان يقدروا يفضفضوا ويشكوا همهم، يمكن يقدر يساعدهم. فتخيل بقى ان ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي تقدر تكلمه وتشكيله همك في اي وقت من غير ما تبقى مضطر لا تحجز ولا تدفع فلوس ولا حتى تستنى دور علشان تكلمه. بيقول الدكتور مصطفى محمود: الله كريم سمح لنا ان احنا ندخل عليه في اي وقت من غير ميعاد وندعيه زي ما احنا عايزين، وده مجرد ما بنفرد سجادة الصلاة ونقول الله اكبر، فبنكون في حضرته وبنطلب منه ما نشاء. فالحمد لله اللي دايما فاتح لنا بابه وقادر ان هو عمره ما يحوجنا لحد غيره ابدا.